حضرتك يوم العملية نفسه ايه الشعور اللي بيبقى عندك؟ يعني انا شفت حالات كتيرة جدا، وانا يعني ببقى فاهمكم نفسيا. يعني حضرتك يوم العملية بتتراوح ما بين 3 او 4 مشاعر بيسيطروا عليك. الشعور الأكبر هو شعور بالتفاؤل، يعني أنا جاي عشان هخلص من مرض والحمد لله ربنا قدرني وإن شاء الله أقوم بالسلامة. وأتمنى إن أنا أخلص من الوزن الزايد وأتمنى إن عمليتي تنجح. ده شعور الأغلب. بعض الناس بيكون عندهم شعور كبير بالخوف، وده أنا داخل أموت النهاردة آخر يوم في حياتي، و يبدأ إن هو يصاب نوبات من الهلع. طبعا أنا لو شفت حد مثلا رافض عملية او ان هو خايف من عملية بشكل ملفت، بضطر ان انا طبعا باجل عمليته. يعني احنا مش هينفع نعمل عملية لحد مثلا شبه مجبور، او حد مش فاهم هو بيعمل ايه، او حد خايف جدا وموسوس جدا، او لسه ما اطمنش العملية بقى فيه الكفاية. بعض الناس بتكون مسيطر عليها شعور غريب، اللي هو شعور بالغضب. الغضب ناحية مين؟ ناحية الناس اللي دفعوه ان هو ياخد الاختيار دون. قد يكون مثلا حد مثلا شريك حياته سابه بسبب السمنة، فهو بيبقى جاي غضبان لانه حاسس ان هو يعني بيرد عليه بالطريقة دي، وان ده شعور ايه، رد فعل او شعور من الغضب او نوع من الانتقام. بعض الناس بيبقى في تهديد بالطلاق وانا مش هستحمل الوزن ده. الناس دي بتبقى جايه متضايقه فعلا، بتبقى مش حابه ان هي تعمل العمليه. لكن طبعا انا بنصحكم دايما محدش يخضع لاي ضغوط. انت تختار العمليه في الوقت اللي انت تختاره فيه، لما انت تبقى عارف ان العمليه دي لمصلحتك ولمصلحه حياتك، ومن اجل حياه افضل، من اجل صحه افضل، ومن اجل رغبه في التغيير، تغيير الوضع اللي حضرتك فيه والمشاكل اللي حضرتك بتعاني منها نتيجه للسمنه.